أسهل قشطة بتحضروها لحلويات رمضان. فيكن تستعملوها للحشو طبعا، أو لتحطوها على وجه الحلويات، طعمة ولا أطيب. إذا عجبكن الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك، ويلا نشوف الطريقة. أول شي أنا بحاجة لكباية من الحليب أو كباية مي مع ملعقتين كبار من الحليب البودرة اللي متوفر عندكن. بعدها رح ضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر، والسكر حسب الرغبة، فيكن ما تحطوا أبدا سكر، يعني تكتفوا بالقطر تبع الحلو اللي راح تحضروه، أو فيكن تكتروا السكر. راح أحط كمان علبة من القشطة، والعلبة وزنها 155 جرام تقريبا. فيكن تستعملوا علبة 170 جرام كمان، ما في مشكلة، المهم يكون بين 150 و170 جرام. وراح أخفقهم مع بعض كتير منيح بالمضرب اليدوي. راح أضيف كمان ملعقة كبيرة من السميد الناعم، وملعقتين كبار مليانين من نشا الذرة. راح اقلبهم مع بعض كتير منيح على البارد لحتى يختلطوا مزبوط، وبعدها راح ارفعهم على النار لحتى يتقل القوام. ضلني هيك كل شوي والتانية ايدي فيهن، مش ضروري بشكل مستمر يعني، بس انه. وبعد ما يتقل القوام راح احطهم بكاسة، وراح اغطيهن بكيس للتفريز. فيكن تستعملوا بلاستيك راب، بس قبل هيك راح اقلبهم شوي بالمضرب اليدوي، وراح اتركهم بعدين يبردوا لحارة الغرفة، وبعدها بحطهم بالبراد لحتى يبردوا. ولا اسهل ولا اطيب. وبعد ما طلعوها بالبراد بكل سهولة بتحشوا فيها الحلويات اللي بدكن اياها، وكمان فيكن تاكلوها حاف هيك. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا لليوم. بكل بساطة حضرنا القشطة المنزلية بطريقة سهلة سريعة وطعمة ولا أطيب، طريقة اقتصادية نوعا ما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتي. إذا حابين أعملكم أي وصفة اكتبولي بالتعليقات. بشوفكن فيديو تاني بإذن الله قريبا. صحتين على قلبكن. سلام.